بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الوصفة جديدة. نديرو معكم اليوم العجينة المورقة. شوفوا شكلها، شوفوا التوريق تاعها، تبعوا الوصفة خطوة بخطوة. شوفوا دوك نوريكم فيديو تاع شوية ليمونشون، شوفوا القرميش تاعهم. وقبل ما نبدا الوصفة تاع العجينة المورقة حبيت نوريكم برك هاد الكمية. انا درت كمية قليلة غير باش تشوفوا كيفاش يخرجوا. الله يبارك، شوفوا الحبات تاع ليمونشون كيفاش خرجت. سيد كميه قليله، كان عندي شويه صلصه تاع الجبن سيت لكم. دوك تسمعوا القرمشه، دوك نجيب لكم حبه وتسمعوا القرمشه تاعهم. درتهم هاد الحبه، شوفوا شحال خفاف وطرايه ويجيو ما شاء الله. تبعي برك الوصفه خطوه بخطوه تاع العجينه المورقه، ان شاء الله تنجحي بيها وديريها رمضان كومبلي يشكروك. الله يبارك وتخرج لك ما شاء الله، تقدري ديريها حتى مشروع. بالنسبة لمقادير الوصفة، عندي كاس ماء عادي، ما بارد ما والو، عادي نورمال من الحنفية. عندي مغرفة كبيرة تاع السكر، الملح، وعندي فنجان تاع الزيت، و250 غرام تاع الزبدة. حكمتها طريتها كيما راكم تشوفوا، درتها كاري، حكمتها كامل، قطعتها بالموس وحطيتها بالحلال، خدمتها مليح. شوفوا كيفاش كانت، وشوفوا كيفاش رجعتها كاري باش تجيني سهله في العمل. قطعتها بالموس، خليتها في الكارت تاعها يعني باه ما تلصق لكمش في الحلال. خبطتها شويه وحبطتها، رجعتها كاري باش تجيني سهله العمل. ونجبتها من قبل باش كيما نقولوا تسهل لي في الخدمه ديالي. عندي 500 غرام تاع الفرينه في 250 غرام تاع الزبده، عندي 500 غرام تاع الفرينه. درت كامل النواشف، خلطت الملح والسكر مليح. بيان سور عندي مغرفه كبيره تاع الخل، هذه ما تنساوهاش ضروريه. عندك فنجان تاع الزيت، نبسو مليح مليح لافارين تاعنا هكايا. كما كتشوفوا هاد الوصفه سهله، تاخذ لك نقولوا ساعه، مع انه نزيدو نخليو العجينه تريح تاخذ لنا ساعه. نبدا نبل في هذاك العجينه ديالي. نبدا نستعمل في الماء، ما ديروهاش جاريه بزاف باش ما تغلبكمش، وما ديروهاش يابسه بزاف، خاطر كان ديروها يابسه ما تنحلكمش وما تدخلكمش الزبده مليح في العجينه. نقعد نطم فيها هكذا كما راكم تشوفوا. خضعت لي كاس صغير، قعد لي غير شويه من الماء، ودوك كل وحده والفرينه تاعها نطمها ونعجنها يا ربي واحد الدقائق 4. نعجنها شويه ونخلي العجينه تاعي ترتاح 20 دقيقه، نص ساعه. نحط تشغل واحد اخر، يعني واحد وجدت عجينه واحد اخرى. درت انا الكيلو على جهه، كيلو فرينه على جهه، وقعدت نخدم من باش هذو تحضيرات رمضان. وجدت لاباط فيتي اليوم معاكم. هنا عجنتها قلت لكم 3 دقائق ولا 4، خليتها تريح، من بعد وليت ليها. البلان دو طرافاي تاعنا هنايا بعد ما ريحت لازم يكون فيه الفرينه باش ما تلصقناش العجينه ديالنا. شوفوا كيفاش سهله، شوفوا ما شاء الله. العجينه تاعي تلعبي بها كيما تحبي، كي تخدميها مليح. نفتحها قيس نصف باش نقدر نحط النص ونطويه تاع الزبده. دوك تشوفوا كيفاش نحط الزبده ديالي من الجهه، وكي نغلق عليها تجي سوا سوا. نحط الجهه التحتانيه الزبده ونغلق عليها بجهه، نزير عليها بجهه ومن الجهه الاخرى ما نزيرش عليها حتى مع الاخر، حتى كي تمشي لي الزبده مليح باش نزير عليها. ودوك نبدا نحبط فيها بالحلال. شوفوا كيما راكم تشوفوا نحبطوها، انا نحبطو فيها وانا نمشيو في الزبده ديالنا. ندير هكذا، دوك نزيد نعاود نقلبها ونقعد ندخل في الزبده ديالي مليح مليح كخطوه اولى باش تمشي لي الزبده في كامل العجينه. نفس الشيء نقعد ندخل في العجينه ديالي حتى نضمن بلي هذيك الزبده دخلت في كامل العجينه. شوفوا كيفاش هاي كبرت العجينه ديالنا، واضحه مليح في الصوره كيفاش نخدموها. هنا انا ما نخليش العجينه تاعي ترتاح، ما نخليهاش ترتاح كامل. شوفوا نروح للوسط ونحبط بالحلال. نفس الشيء نفس الجواه من الوسط ونولي، ومن بعد من الوسط ونعاود نولي حتى للاخر. يسمعني ندني في العجينه مليح. هنا غلقت الاطراف باش نطويها الطويه الاولى والطويه الزوجه. هنا نبدا نحسب
نعاود نفس الطريقة نقعد نحبط بالحلال كيما راكو تشوفوا. هنا نبدا نحسب شحال من الطوية نطوي، نبدا نروح للوسط ونطلع الفوق الوسط نهبط للتحت باش الزبده تمشي لي في كامل العجينه. ماشي نحبط ونروح ونولي نروح نولي هكاك اللي ما درنا والو. شوفي من الفوق ونهبط لتحت نهبط العجينه، ما نعاودش نطلع بالحلال. هكا نضمن لا الزبده دارت كامل العجينه باش ماشي جهه تصيبي جهه فارغه ما فيهاش زبده وجهه معمره الزبده. نفس الطريقه نقعد نحلها مليح. دوكا نطويها الطويه الاولى، الطويه الزوجه والطويه الثالثه، باينه واضحه في الصوره. ما تقدريش كاع ما تغلطي فيها ان شاء الله. نزيد نحلها. هنا راني درت دو تور، الاولانيه درت اون تور وحليت، وهنا درت دو تور ودوك نزيد نحل. انا ندير 5 تور في لاباط فيتي تاعي. راكو شفتوا الشكل تاعها مع الاول في لي مونشون، الله يبارك شحال جاو ما شاء الله. نقعد ندير بنفس الطريقه اللي وريت لكم بها. شوفوا نقعد من الفوق ونعاود نحبط لتحت من الوسط ونولي حتى الاطراف العجينه ما فيها حتى عذاب. الا حبيتي هنايا كي تطويها 3 طويات تخليها تريح 5 دقائق. الا كنتي عييتي نتيا ما قدرتيش تكملي، وإلا حبيتي تكملي كمليها ديريكت. قلت لك ما تاخذلكش ميم با ساعه في الخدمه تاعها. انا هذه هي الاخيره اللي شتوني طويتها 3 طويات، وقعد دائما نقعد نحبط فيها كيما تشوفوا باش تجيني سهله العمل. ونقعد نحل فيها كيما راكم تشوفوا تخرج ما شاء الله. ما نخليها تريح، ما نخليها 20 مينوت في كل تور، ما والو. نخدمها ونخبيها ديريكت، نقسمها ونخبيها ديريكت في الكونجيلاتور تاعي. كل وحده تقسمها كيما تحب. انا نقسمها على زوج. ندير هذه تخرج لك كيلو 200 غرام، كيلو 115 غرام. قلت لك نقسمها يسمع على زوج رطل ونخبيها في الكونجيلاتور ديريكت ونجبدها من قبل كي نكونها نطيبها. هنا راني كملتها معاكم كيما شتوني كملتها بالخف. صح كملتها بالخف كيما راكم تشوفوا واضحه الصوره. نوضوا ديريها يا مرا يا اختي، ديريها وفرحي ولادك بها في رمضان ان شاء الله. دوك نوريك الفيتاج الله يبارك كيفاش خرج. وشنو الحاجه الوحيده اللي ننصحك بها هي الكوشه تكون سخونه في لاباط فيتي. لازم الكوشه تاعنا دائما تكون سخونه كي نطيبوا العجينه المورقه. ان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم وتنوضوا ديروها ان شاء الله. ما تعجزوش عليها، رمضان قرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.